حريفي من قناة ليبيان جيمر، شن حالكم؟ شن اخباركم؟ اليوم طريقة كيف تخلي او شرح كيفية انك انت تخلي النت تايب عندك اوبن. طبعا ملاحظة ان انت ما تقدرش تغير النت تايب اوبن الا اذا يكون عندك دي سيل، يعني الواي ماكس في ليبيا. يعني في الواي ماكس متقدرش تغير نت تايب، لان الواي ماكس نت تايب 3 والدي سيل نت تايب 2، وتقدر تغير النت تايب اوبن. في هالبناس يعتقدوا ان تقدرش تجيب الاي بي ادرس، الا لما يكون عندك اكس بوكس او البلاي ستيشن 3. يعني ضروري ما تفتح البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس باش تجيب ان الاي بي ادرس. لكن في طريقة اسهل وتجيبها من اللابتوب، مش لازم تفتح البلاي ستيشن وتبدا تدور وتوصل بالنت. اول حاجة نجولي علامة الوايرلس ونضغط على زر الفار الايمن وفتح مركز الشبكة والمشاركة، يعني تاني خيار نخشوا عليه. بعدين نخشوا على الاتصالات او الوايرلس. هنا وايرلس نتورك وكونكتد لينك اللي هو اسم الدي سي اللي بتاعي، خش عليها. وبعدين هنا تلقى خصائص الشبكة اللاسلكية والتفاصيل، خشوا على التفاصيل. بعد ما تخش على التفاصيل تطلع لك كل التفاصيل اللي بتاع النت. وشن تاخد هذا اللي هي اي بي في 4 ادرس. انا مو اللاب بتاع بالعربي تلقاه عنوان، لكن انت كان بالانجليزي تلقاه ادرس اي عنوان. تاخذ الرقم هذا اللي هو هذا هو الاي بي ادرس في ليبيا. نقولها لكم في ليبيا الاي بي ادرس، خلونا نكتبوه. طبعا المكان اللي بنغيره منه اللي هو هذا المكان، وكل واحد على حسب ما يطلع له، يعني اللي هو 192 دوت 168 دوت 1.6. هذا هو. توا نسكره ونمشوا الموقع. ولينا لكم من جديد شباب، وتوا بنمشوا للموقع وناخدوا الرابط بتاع تغيير النت تايب. نخش هنا تضغط انتر. طبعا انا مداير سيف باسورد، يعني مداير سيف باسورد. انت شنو تطلع لك؟ تطلع قائمة، يعني خلينا نخش عليها من الكروم، لان الكروم او البراوزر، لان اعتقد انها مش مخزنها في البراوزر. لكن تو نخش عليها في البراوزر ونوريكم كيف انه هنا احسن. يعني حتى توا احسن متصفح اللي هو ترش. خش عليه بيطلع لك يوزر نيم والباسورد. طبعا انت ما تديرش اي يوزر نيم وباسورد، يعني ما تديرش باسورد للنت بتاعك وما تديرش اليوزر نيم بتاع النت بتاعك، لان بتضغط كلمة واحدة في كل خيارين اللي هي كلمة ادمن. السبيلنج بتاعها ADMIN ادمن، وفي الباسورد بيكتب ADMIN اللي هي ادمن، وتدير اوكي. طبعا احنا النت بتاعنا اسمه دالينك، وكان انت النت من مثلا شركة ليبيا اتصالات والتقنية او اي شيء، يعني بتمشي لاماكن واضحة، يعني حتى ان انت تحفظها بالانجليزي وتلقاها نفس الموقع، يعني حتى لو انت في ليبيا اتصالات والتقنية نفس الكلمات. يعني انت غير تحفظ الكلمات الانجليزية والخيار كيف تطبقها تقدر تديرها. حتى لو ان هنا الخيارات اكتر من ليبيا الاتصالات التقنية. تجي على كلمة ادفانتس سيت اب اللي هي ممكن في ليبيا الاتصالات والتقنية تلقاها تالت خيار. باهي تمشوا لها، تجولي كلمة نات، او لا انتو في ليبيا الاتصالات والتقنية تجيو لكلمة نات. باي ونات، بعدين تلقوا دي ام زد. لكن انا هنا دارينك مش دي ام زد اللي هي، وانا
تلقاه هنا شوية بس. DMZ شوية خش على النات. اصلا حتى ان النات تخش نات تلقى كلمة اسمها DMZ host تخش عليها. هنا طبعا نفس اللي انا مداير رابط من قبل، وعادي نعودوه من جديد. نفس الاي بي ادرس اللي هو 192.168.1.6 جي هنا او بوينت، جي هنا DMZ host اي بي ادرس، ديرها كنترول في او نسخ، بعدين دير سيف يعني تحول بروح على اوبن. يعني هذا بالنسبة لي لينك او في ليبيا اتصالات تقنية الله اعلم. دير سيف اند ابلي بيطلعك نفس الموقع، وهذا يعني ان انت حولته للاي بي ادرس. خلاص نسكره. تو بدا النت عندنا اي بي ادرس. هذا كان الشرح شباب. دايما ما تنسوش اللايك والاشتراك او السبسكرايب في القناة اذا كنت مشترك ومفضلة. لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة لتويتر وانستغرام. كان معكم عبدو عريفي من قناة ليبيان جيمر. ان شاء الله عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.